لا نخش في الموضوع. نخش في الموضوع. نخش في الموضوع. اتفضل. المواضع اللي ذكرت في القرآن الكريم فيها الأرض قبل السماء. الأرض ذكرت قبل السماء، هو الطبيعي السماوات والأرض، السماوات والأرض. لا، في بقى الأرض قبل السماء. أرض قبل السماء. وهات لي الموبايل عشان إيه ما يحصلش نوع من أنواع الإيه الحاجات اللي مش كويسة. جدع كابتن ما بنغشش احنا كابتن. احنا للأمانة كابتن احنا ذو سمعة ذهبية. الاحتياط واجب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض قبل السماء. أقول لك الأولى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سورة آل عمران. جميل. خلاص. حلو قوي. الثانية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. حلو. سورة سيدنا يونس. خلي بالك بقى، خلي بالك معايا. بعد كده الثالثة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سورة سيدنا إبراهيم. حلو قوي. وإبراهام في بعض القراءات، يعني لحبايب القراءات عشان بحبها جدا يعني. بعد كده في عندنا في سورة طه تنزيل مما خلق الأرض والسماوات العلى. جميل. في أوائل سورة طه. جميل. لسه واحدة. بعد كده باقي واحدة. باقي واحدة أو أكتر مش عارف يعني، أنت برضو أنت عايز يعني. طيب وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. سورة العنكبوت. دول 5 مواضع. 5 مواضع ذكر فيهم الأرض قبل السماء. حلو. آل عمران، وسورة سيدنا يونس، سورة سيدنا إبراهيم، سورة طه، سورة العنكبوت. حلو. أنت بتقول لسه يعني حاول كده تشوف ممكن تلاقي حاجة كمان. الأرض قبل السماء. الأرض لا خسر. هم 5 بس. وقعتوا. هم 5 بس. شكله هيقع بجد. ايه اخيرا هم 5. اتحداك لو في تاني. يا راجل هم 5 بس. والله زعلتني بصراحة.